عشان تخسي توصلي لنتيجه ترضيكي وتثبتي على الوزن اللي انت نزلتيه، انت مش محتاجه علاج يخسسك، انت محتاجه علاج يشتغل على الحاجات اللي خلتك تتخني. ده الكلام اللي بقوله لكل حالاتي اللي بينوروني في العياده، بقول لهم احنا بنيجي هنا عشان نغير الحاجات اللي تخنتنا مش عشان نخس. عشان اغير الحاجات دي لازم اشتغل على نقطتين بس. قبل ما اقولك ما تنسيش تدوسي على علامه الزائد اللي جنبي، وما تنسيش تزيفي الفيديو عشان ترجعي له. العلاج بتاعي بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على محورين. اول حاجه علاج للامراض اللي خلتني اتخن او للامراض اللي جت لنتيجه للسمنه اللي بدات تظهر عليا. زي ايه؟ زي اضطراب الغده الدرقيه، زي الاضطراب الهرموني اللي ممكن يحصل نتيجه لزياده الكورتيزول او لمقاومه الانسولين. محتاجه اغير الاسباب المرضيه اللي خلتني اتخن. تاني حاجه وهو العلاج السلوكي او البيهيفيرال ثيرابي. انا محتاجه اغير العادات اللي خلتني اتخن، محتاجه اعدل مواعيد الاكل بتاعتي، محتاجه اعدل مواعيد النوم بتاعتي، ومحتاجه اكتسب عادات صحيه جديده اشتغل عليها اعملها بدل العادات القديمه اللي خلتني اتخن. وبالتالي لما نوصل للوزن اللي احنا عايزينه مش هنرجع نتخن تاني. فانت لو عايز تبقى من حالاتنا ومن عيلتنا الكبيره تقدر تتابع معانا اونلاين او في العياده. للحجز الرقم تحت.